السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، إن شاء الله بإذن الله نخش المطبخ مع بعض نعملوا الفخفخينة دي. حبايب قلبي، بدل ما نروح ناكلوها في المحلات بره ومش مضمونة، احنا نجيب الحاجة ونغسلها، ومنها حبايب قلبي فوائد كتير جدا جدا جدا، وتنفع كمان لو حد عنده أنيميا. حبايب قلبي كلها فوائد بسم الله ما شاء الله. ربنا يصلح حالنا وحالكم. إن شاء الله بإذن الله نخش المطبخ مع بعض نعملوها. يا ريت حبايب قلبي اللي يتفرج على الفيديو يحط اللايك، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل مني كل جديد. يلا بينا على المطبخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي، النهارده ان شاء الله جايين هنعمل حاجه جميله جدا 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 ومفيده جدا. بس ان شاء الله قبل ما نخش في مكونات الوصفه بتاعتنا، يا ريت ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين وفي رفح وفي لبنان ان احنا ندعي لهم عن ظهر غايب. ربنا يفك كربهم ويصلح حالهم وحالنا وحال المسلمين اجمعين، يشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، يرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين، يطعمهم من جوع امنهم من خوف، فلانه نصر الله قريب. يا رب ينصرهم نصر عزيز المقتدر يتعجب منه اهل السماء والارض. اللهم امين، انك انت السميع العليم، تقبل منا يا الله. اللهم امين يا رب العالمين. يكون واحد مننا صالح ان شاء الله، ويكون دعوتنا مستجابه، وربنا يصلح حالنا وحالهم وحال المسلمين. حبايب قلبي، النهارده ان شاء الله الفيديو لو عجبكم يا ريت تحطوا اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي ما فعلش زر الجرس يفعله عشان يوصل مني كل جديد. مكوناتنا سهله وبسيطه بس في منتهى الجمال. حبايب قلبي حاجه كده روعه. تمام كده، تسميها بقى فخفخينه، تسميها سلطه فواكه، زي ما انت عايزه. معايا ايه يا حبايب قلبي؟ طبعا الرمان موجود في السوق، هنعمله في كذا وصفه ان شاء الله. الرمان من الحاجات المفيده جدا جدا، وحديد نسبه عاليه جدا، وهو مفيد جدا جدا لكل حاجه. تمام. معانا يا حبايب قلبي حبيتين من المانجا، مقطعاهم مكعبات صغيره. رمانه بس تكون كبيره زي ما انتم شايفين كده. تمام. جوافطين. شلت البذر بتاعهم وقطعتهم مربعات صغيره كده زي ما انتم شايفين، عصرت عليهم ليمون عشان ما تسمرش. التفاح كذلك برضو تفاحتين، قشرتهم وغسلتهم وقشرتهم وقطعتهم مكعبات كده زي ما انتم شايفين، برضو عصر عليهم ليمون عشان ما يسودش. الموز هخليه اخر حاجه ان احنا نقطعها. تمام كده. معايا منجايه كبيره حبايب قلبي، هنحط عليها حبه ميه، وده الماده السائله اللي احنا هنحطها على كل المكونات بتاعتنا. تمام كده. ان شاء الله اضرب بس المانجا حبايب قلبي، انا مش عايزاها مانجا سايله خالص، لا احنا عايزينها مانجا تبقى تقيله شويه. تمام. وحطيت عليها 4 معالق من السكر. تمام كده. وان شاء الله باذن الله كل مكوناتنا هنضربها، وهنضرب المانجا وارجع معاكم تاني. يا ريت حبايب قلبي اللي يخش الفيديو يتفرج عليه ولو لثواني، ويحط اللايك حبايب قلبي. ربنا يصلح حالنا وحالكم، ويدينا ويرضينا كلنا ان شاء الله، ويدي كل واحد منا ما يتمنى. وما تنسونيش حبايبي واخواتي اللي بيحبوني يخشوا البث اللي انا بعمله كل يوم الساعه 9 حبايب قلبي. ربنا يوفقنا كلنا لما فيها الخير. خليكم معايا حبايبي. ضربت المانجا زي ما انتم شايفين كده وتقيله. تمام كده. وهنفضي بقى كل المكونات بتاعتنا، هنسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. فضينا المانجا بتاعتنا ثانيه بس كده زي ما انتم شايفين. هنفضي الرمان بسم الله، والجوافه من السلطات اللي بتبقى جميله جدا جدا يا حبايب قلبي. ولو ولادك ما بتاكلش الفاكهه هياكلوها بالطريقه دي. هنقلب كله على بعضه بقى كده، المانجا مع الرمان مع التفاح مع الجوافه. تمام كده. هنخرط الموز، اخرط الموز يا حبايبي وارجع معاكم تاني. بص حبايب قلبي، خرطت بقى الموز زي ما انتم شايفين كده حلقات. تمام. صبينا المانجا على كل المكونات بتاعتنا، وهيتعبى بقى في بولات حبايب قلبي. كلي بقى انضف واحسن من ان احنا نروح ناكله من بره. الفخفخينه دي حبايب قلبي عشان نروح ناكلها من اي محل بتاع عصير، مش قادره اقول لك بتبقى غاليه، ويا ريت بتبقى نضيفه ولا معموله كويس زي ما احنا ما بنعمل. تمام كده. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، حاجه تحفه تحفه بجد بالامانه. بسم الله ما شاء الله. شايفين الطبق عامل ازاي؟ ما شاء الله. طبق زي ده عشان نروح نجيبوه من بره مش قادره اقول لك يعني غالي قد ايه. خليكم معايا، اعبي الطبق بس وارجع معاكم تاني.
حبايبي بصوا ايه بقى، انا رجعت معاكم بعد ما مع بيت الفخفخينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، كلها فوائد يا حبايب قلبي. والرمان حديد، الموز حديد، المانجا حديد، الجوافه حديد، كلها بسم الله ما شاء الله. الرمان برضو حديد يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، كلها حاجات مفيده ومغذيه. والتفاح برضو حديد يا حبايب قلبي، يعني حاطين كذا كذا حاجه، تفاح ومانجا وموز ورمان وجوافه. بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي، يعني حاجه بصراحه ربنا. نستغل الموسم اللي فيه الفاكهه اللي فيه اللي تدي لاولادنا حديد يا حبايب قلبي، وتعلي الانيميا معاهم لو الانيميا واطيه. وبالنسبه لنا برضو احنا ككبار نستغلها حبايب قلبي ونعملها ان شاء الله باذن الله. تجربوا الطريقه بتاعتي وتعجبكم. لو الفيديو عجبكم حطوا لي اللايك، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. يا رب اكون ضيفه خفيفه واكون فعلا اقدر اوصل معلومه وتكونوا تستفادوا مني. ربنا يصلح حالنا جميعا ويدي كل واحد منا ما يتمنى. تنسونيش حبايب قلبي دعوة حلوة من القلب. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا الله، لا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.